السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات الأهلوية في الريف. خلصت القصة يا مر، وعزلوك، ضحكوا عليك وفي الآخر باعوك، رموك في الوش وعشموك، فتحت على الرابع سجنوك، كرهت فيك الكل حتى اللي بيحبوك، الكل راح وسابك لمصيرك سابوك، وهمت نفسك بالكذب وفي الاخر رموك، ما عملتش حساب اليوم انهم هيعزلوك، لا عنت راجع تاني ولا حتى هيشوفوك، ولو فتحت خشمك هيغرقوك، خدوك على الحجر سنة بسنة لحد ما دحرجوك ورموك. انت زمانك راح فين اللي كانوا بيزقوك، محد منهم جنبك، كلهم خلاص نسيوك، زرعت ليه المر وكرهت فيك الناس، لا كنت يوم جدع ولا كنت يوم حساس، كانت بتهرب منك ويوسع قوي المقاس، وكنت آذي الكل وما كانش فيه مقياس، اشرب يا شيبة المر، كاس يجر كاس. وعجبي أعزائي المشاهدين، حلقة بتضرب نار، وقبل ما أدخل في الأخبار انزل اعمل لايك عشان الحلقة تلف اليوتيوب كله من فضلك لو سمحت. زي ما انفردنا هنا في قناتكم قناة الأهلوية في الريف، وزي ما كنا ثابتين على مبدأنا وثابتين على كلامنا، وفي حلقة الأمس قلتلكوا إن القرار هيطلع بعزل مرتضى منصور، والموضوع من زمان مش من دلوقتي، وصيغة القرار كانت موجودة، ولكن مين اللي كان هيقدر يذيع الخبر؟ وهو ده مين اللي هيقدر يقول الحكم؟ هو ده اللي كانوا منتظرينه. وعشان كده احنا كنا ثابتين على كلامنا وثابتين على رأينا، عشان تعرفوا كمية المصداقية اللي بيننا وبين جماهيرنا، بيننا وبينكو، وان احنا ما بنقولش اي كلام طول الفترة اللي فاتت، واحنا ثابتين وبنأكد على عزل مرتضى منصور. المهم، النهاردة مش هتكلم على اساس ان احنا انفردنا بالحوار، وعلى اساس ان احنا اللي اتكلمنا وكنا اصحاب المبدأ والثبات على الكلام، ولا اي حاجة. انا النهاردة هتكلم على اللي حصل بالظبط، اللي حصل من المعزول لحظة النطق بالحكم. لحظة النطق بالحكم داخل المحكمة العليا، الراجل ده هيس وقال كلام كتير جدا المفروض يتحاكم عليه، والكلام ده يحبسه بدل السنة 2 و3. اولا بجد كلام الراجل ده تحس منه ان هو، او تتأكد مليون في المية انه فعلا مخه خلاص ما عادش مظبوط. ان الراجل ده اي حاجة بتيجي على دماغه بيتكلم فيها، بيدخل كل المواضيع في بعضيها. تخيلوا ان الراجل ده فضل يصرخ بجد جوه المحكمة، يصرخ ويقول للقاضي انا مش هسكت يا ريس، انا مش هسكت، والله انا ما هسكت، بلغوا السيسي ان انا مش هسكت، مع احترامنا الكامل لرئيسنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. واحد يطلع يقول بلغوا كلامي للسيسي، انا مش هسكت يا سيسي، انا مش هسكت، واللي انت اتفقت معايا اتعمل عليه اتعمل عكسه، والله ما هسكت. وكمية تهديد لرئيس الدولة وللدولة غير مسبوقة من اي حد على الاطلاق. ايه الراجل ده؟ انا معرفش هل الراجل ده سليم، هل الراجل ده دماغه مظبوطة، هل الراجل ده كلامه سليم ولا في ايه، انا معرفش. المهم ان هيس وقال كلام كتير جدا وتهديدات رهيبة، الواحد بصراحة مش متخيل ان يحصل كده من شخص عادي. المهم
في وسط الكلام برضو يدخل الكابتن محمود الخطيب في الكلام ويقول الدولة كلها خايفة من محمود الخطيب ليه؟ الدولة كلها خايفة من الخطيب ليه؟ هو عشان المليارات ولا الملايين اللي بيدخلوا له من بره؟ يقصد مين بالكلام المليارات اللي بيدخلوا له من بره ده؟ انا مش عارف. الراجل ده دخل الخطوط كلها في بعضيها ومحدش عارف ايه اللي بيحصل. بلغوا السيسي، بلغوا السيسي، احنا مش هسكت، انا مش عارف ايه، انا هعمل، انا هسوي، والله العظيم لا هخربها، والله العظيم لا اجيب عليها واطيها. وقعد كلام كتير جدا يهيس وواصله من يعني الكلام اللاواعي زي ما بيقولوا، او فقد تركيزه او فقد كل حاجه، كل حاجه فقدها في الفتره دي. انا عايز اسال بقى، ازاي بني ادم زي ده بالطريقه دي يطلع ويهدد البلد ويهدد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطريقه وبالصوره البشعه دي؟ الكلام اللي هو قاله في المحكمه النهارده قدام القاضي يخليه يتحبس يمكن اللي باقي له من عمره. وبعدين يقصد مين بجد؟ يقصد مين بجد بالملايين والمليارات اللي بتجيله بتجيله من بره؟ يقصد مين؟ احنا مش عارفين. طيب ايه دخل الخطيب في الكلام وفي الحوارات وفي الحكم اللي جالك؟ ايه اللي دخل الخطيب النهارده في جلسة النطق بالحكم عشان خاطر انت تنعزل وتمشي يا معزول؟ ايه اللي جاب الخطيب في طريقك وفي الوقت ده بالذات؟ الخطيب خلاص موضوعه معاك انتهى. الخطيب راجل اشتكاك بالطرق القانونية عشان ياخد حقه في قضية السب والقذف اللي انت كل يوم كنت بتطلع على القناة تردح له وتقول له وتهينه في شرفه وتهينه في كل حاجة. الراجل اتبع الطرق القانونية ورفع عليك قضايا وجالك شهر حبس. شهر حبس. ده حق الكابتن محمود الخطيب ان هو جاب لك شهر حبس. قعدت تماطل وانت راجل بتعتبر نفسك بتاع قانون وما كنتش عايز تنفذ الشهر الحبس، وقعدت تمطوح وتماطل وشغل بقى ايه، تستخدم نفوذك وتستخدم معارفك وتستخدم الراجل اللي كان بيحميك وتستخدم الشوال اللي كان بيتدخل عشان يحميك ويبعد عنك القصص والمحاولات الحبس بتاعتك. وفي الاخر انت اتحبست الشهر اللي اتحكم للكابتن محمود الخطيب عليك. نفذت الحكم وخلص موضوع ودور الخطيب هنا. لكن القضية اللي اترفعت عليك بالعزل ديت الخطيب ماله ومالها؟ ماله مال الخطيب ومالها؟ انا عايز اعرف الخطيب ماله ومالها. ايه اللي حشر الخطيب في النص؟ قرار عزلك يا معزول. اولا اللي رفع عليك القضية الاستاذ عبد الله جورج ومعاه 3 تانيين، منهم عضو مجلس الادارة اللي انت طرده بره، عضو مجلس الادارة اللي انت طرده بره احمد سليمان، والمحامي احمد سعيد، ومحامي اللي انت رفعت عليه قضية قبل كده وما قدرتش ان انت تحبسه، اللي كان محامي النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي برضو والكابتن محمود الخطيب مش طرف في الموضوع. الاربع اطراف دولت هم اللي في الموضوع، وهم اللي خلعوا راس الافعى، هم اللي خلعوا راس الافعى، وهم اللي دخلوا في القضية واتحكم ليهم، ولازم يتحكم ليهم. انت ما تنفذش القرار ليه؟ انت ما تنفذش القرار ليه؟ ده قرار محكمة. انت ايه اللي مزعلك بقى في قرار المحكمة؟ بعدين في نقطة مهمة الناس مش واخدة بالها منها واللي انا عايز اسألك فيها، هو قانون الرياضة ده مين اللي عمله قبل ما ينحط، قبل ما ينحط في الدستور؟ قانون الرياضة ده مين اللي قام عليه ومين اللي كتبه وعمله؟ مين اللي كان مترأس اللجنة، رئيس اللجنة اللي كانت بتكتب في الدستور الفقرة بتاعت قانون الرياضة؟ مش كان أصغر محامي في المجرة اللي صدعنا وقلب دماغنا، وأصغر محامي في المجرة، وأصغر مؤلف قانون في المجرة؟ مش انت كنت رئيس اللجنة اللي كانت بتعمل الدستور وبتعمل الفقرة الرياضية والقوانين الرياضية اللي هتمشي عليها البلد؟
جاي دلوقتي ليه زعلان من القانون ان هو هيتطبق عليك؟ زعلان ليه من القانون دلوقتي ان هو هيتطبق عليك؟ انت اللي عملته بايدك وبيتطبق عليك ولازم تمشيه ولازم يمشي قانون ولازم يمشي على الكل. عايز اقول لكم على حاجة، هو كده فقد الشرعية خلاص وفقد الاهلية. انت فقدت الاهلية وفقدت الشرعية انك تكون تنفع انك انت تكون رئيس مجلس ادارة نادي محترم زي نادي الزمالك. الاندية المحترمة ما ينفعش سوابق ان هو يبقى رئيس نادي ليها. هيطلع لي، انا عارف هيطلع لي ناس في الكومنتات هتشتمني زي اللي حصل في الفترة اللي فاتت لما باجي اتكلم على مرتضى منصور او بتكلم على حاجة خاصة بنادي الزمالك. بيطلع لي ناس كده مش فاهمين اي حاجة يشتموني في الكومنتات، وبشكرهم جدا لان هم بيظهروا الجانب الوحش اللي في جماهير نادي الزمالك، بعيدا عن الناس المحترمة اللي فاهمة واللي واعية واللي عارفة ان الراجل ده خرب النادي بتاعها. النوعية ديت انا عايز اقول لها انتوا مش فاهمين، بس عايز اقول لك على حاجة. هيطلع واحد منهم يقول لي طب ما الحكم اللي طالع عليه حكم ما فيهوش اي شيء مخل بالاداب. هقول لك لا، طب ما هو حكم مقيد للحريات، والقانون بيقول كده والدستور والكلام اللي هو اساسا حاطه عشان يمشي عليه بيقول كده، ان لما يكون في عضو او رئيس نادي او ياخد حكم مقيد للحريات لازم على طول يتم عزله من النادي. دلوقتي هو خد حكم مقيد للحريات، يبقى لازم يطبق عليه القانون ولازم يتم عزله. مظبوط ولا مش مظبوط؟ هتيجي تقول لي برضه وتكرر نفس الكلام وتقول لي الحكم مش مخل بالاداب. هقول لك بقى طب انت لو عايز حاجه بقى مخله بالاداب روح واعمل شيرش على جوجل وشوف. شوف المخل بالاداب هيجيلك وشوف ايه اللي هيحصل، لان الراجل ده ما ينفعش حتى يبقى رئيس مراجيح مولد النبي، مش رئيس نادي الزمالك المحترم. المهم ان هو اتشال، والمهم ان احنا هنرتاح، المهم ان احنا بصراحة هنرتاح والوسط الرياضي كله دماغه هترتاح منه. لكن اللي يزعل بجد بجد عايز اقول لكم ان الاخبار سيئة اللي جاية دلوقتي من نادي الزمالك، بجد الاخبار سيئة جدا. اللي يزعل بجد ان بعد صدور الحكم بساعة واحدة او اكتر شوية الراجل ده مش عارف هو بيتصرف ازاي. الراجل ده اصدر قرارات للبلطجية بتاعته ان هم يروحوا نادي الزمالك ويخربوا نادي الزمالك ويكسروا نادي الزمالك، وقال لك انا استلمت نادي الزمالك خرابة انا هسلمه خرابة. البلطجية بتاعته اقتحموا نادي الزمالك، كسروا كل حاجة في نادي الزمالك، نازلين ضرب ونازلين طحن في الاعضاء في نادي الزمالك جوه، وكسروا نادي الزمالك. وفي انباء بتتداول وبتطلع ان في عملية سرقات كبيرة جدا حصلت للحاجات الاساسية الثابتة في نادي الزمالك. الاعضاء بتستغيث بالامن الوطني وبتستغيث بقوات الامن وبالشرطة عشان تحوشهم من البلطجية بتوع مرتضى منصور حاليا في نادي الزمالك. يعني الامور على صفيح ساخن، الامور لا صفيح ساخن ايه، الامور مولعة جهنم دلوقتي في نادي الزمالك. اللي انا بستعجب له اكتر لما تكون في جلسة لخلع راس الافعى ده ومعروف ان له بلطجية، ليه ما تمش تأمين نادي الزمالك من قبل الجلسة ما تبدأ؟ ليه ما تمش تأمين نادي الزمالك تأمين كويس عشان خاطر يتم السيطرة على البلطجية دي؟ هو فين قوات الأمن؟ هو ليه ما تمش إرسال القوات لتأمين النادي قبل النطق بالحكم؟ ليه؟ ليه تسيبوا اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده ايه؟ حرام حرام اللي بيحصل في نادي الزمالك. وادي اللي كان عمال يضحك على الناس ويقول لهم ان انا بصرف من جيبي انا وامير واحمد. تقولش امير واحمد امراء بتوع دولة بيصرفوا من جيبهم؟ لما انت بتصرف من جيبك وبتخسر ما بتمشيش وتسيب النادي ليه؟ متمسك بيه وهتموتوا على جثتك لو طلعت ليه؟ باعت بلطجية يخربوا فيه ليه لو انت حتى بتحبه؟ باعت بلطجية يكسروا ويخربوا ويخلوها خرابة ليه؟
عموما قبل ما اقفل حلقتنا، انا بتمنى ان يكون في مصداقية ويكون في شفافية. انا نفسي الامن يقبض على كل البلطجية ديت، ويطلع كده في التلفزيون يجيب الناس البلطجية ديت ويرميهم في السجون، ويعرف الناس ان في امن وفي امان في البلد. يعرف الناس ان القانون بيمشي على اي حد، مفيش كبير ومفيش صغير، مفيش خيار وفقوس في البلد، مفيش مرتضى منصور ومواطن عادي. القانون بيمشي على الكل. البلطجية ديت لازم الامن يلمها. لازم الناس تعرف ان نادي الزمالك حقه جه من شوية البلطجية المأجورين اللي هو خدهم كسروا نادي الزمالك وبعتهم ضربوا الأعضاء جوه نادي الزمالك. عموما أعزائي المشاهدين، لحد دلوقتي كده خلصت حلقتنا، لكن ما خلصتش حكايتنا، والأمور ساخنة جدا، ويمكن أطلع لكم بعد ساعة أو بعد 2 تاني، لأن الأخبار كتير جدا واللي جايلي الأمور صعبة جدا في نادي الزمالك. عموما قبل ما تطلع من الفيديو، انزل اعمل لايك واعمل شير، وعايز الحلقة دي توصل على اليوتيوب كله لكل الاهلاويه وكل الزملكاويه الشرفة، يشوفوا ايه اللي بيحصل في ناديهم، وايه اللي بيحصل من الراجل اللي كان بيغفل الكل. يشوفوا ايه اللي بيحصل لنادي الزمالك اللي ما يستحقش اللي بيحصل فيه دلوقتي حاليا. عموما اعزائي المشاهدين، بشكركم، والى ان التقي بكم في حلقة قادمة ان شاء الله. لكم تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.